اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء السعادة على المتابعين السكر الزيادة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة أنا شخصيا مستحيل أستغنى عنها أبدا في الشتاء. وصفة لو جربتيها هتبقى إدمان بجد، مع أحلى كوباية شاي بلبن. النهاردة هنعمل بسكوت التمر الاقتصادي بدون بيض وبدون سمنة أو زبدة، وفي صينية كمان زي القمر زي ما انتوا شايفين. وهعلمكم تقطيع الصينية الخطيرة دي مع بعض. أنا عارفة إنكم عاوزين تعرفوها. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو اشتركتوا في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، علشان توصلكوا دايما وصفاتي أول ما تنزل. ويلا بينا نحضر البسكوت التمر الجميل ده مع بعض. في البداية حبايبي هنحتاج لطبق هننزل فيه بنص كوباية مية فترة عادي جدا جدا بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هننزل عليها بنص كوباية من الزيت النباتي. بعد كده هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا. هنبدأ نخلط المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما لونها يتحول ويكون أبيض. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هنحط بعد كده أصغر مصفى عندنا، هننزل فيها بكوبايتين من الدقيق زي ما انتوا شايفين. هننزل عليهم بعد كده بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة. آخر حاجة بقى معانا رشة بسيطة من الملح. هنبدأ بعد كده ننخل المكونات الجافة دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنبدأ نقلبهم. بعد كده هندهن ايدينا كده بشوية زيت صغيرين علشان نلم العجينة. وبكده حبايبي العجينة جاهزة معانا. هنريحها لمدة ربع ساعة بس. عندي هنا نص كيلو من العجوة التمر المفرومة، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين كده، وممكن طبعا تستبدليها بالزيت. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السمسم. بعد كده هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من القرفة، وطبعا الخطوة دي اختيارية، لو مش بتحبي القرفة ممكن تستغني عنها. أهم حاجة حبايب قلبي نختار نوع كويس جدا جدا من العجوة علشان يسهل معانا عملية التشكيل. هنبتدي بعد كده نعجنها كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين. اعجنيها كويس جدا. وبكده حبايبي الحشوة جهزت معانا. عندي هنا صينية مقاس 30، هدهنها بمعلقة كبيرة من الزيت. ودي العجينة بعد ما ارتاحت هقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى أفرد العجينة في الصينية. النص الأولاني،
ونحاول نمد العجين على الأطراف كده. بعد كده هجيب كيس بلاستيك وهحط عليه التمر علشان نبدأ نفرده مع بعض. وطبعا هفضل أفرد في التمر لحد ما نوصل لحجم الصينية. هنحط التمر بعد كده على الصينية من فوق زي ما انتوا شايفين، ونبدأ بقى نبطط التمر بإيدينا في الصينية. نبدأ بقى هنحط النص التاني من العجينة، ونبدأ نقفل الصينية. ودلوقتي بقى جه يا حبايب قلبي طريقة التقطيع. هقسم الصينية من النص زي ما انتوا شايفين، وبعد كده 4/4. بعد كده كل ربع هقسمه من النص. وشوفوا بقى الباقي وركزوا كويس جدا جدا. بعد ما قطعتها بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، هدهن وش الصينية بشوية من الحليب. بعد كده هحط في طبق نص معلقة صغيرة سمسم، ونص معلقة صغيرة حبة البركة، وطبعا ده اختياري. وهنقلبهم مع بعض وهنرشهم على الوش من فوق. الله الله على الجمال والحلاوة دي. هندخل بقى الصينية الجميلة دي الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة بس. ودي صينية البسكوت بالتمر بعد ما خرجت من الفرن. الريحة بجد خطيرة جدا جدا والله يا جماعة، ملت البيت. شايفين التسوية؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله. هنحط بقى البسكوت في طبق كده جميل. شايفين بقى الجمال؟ يا سلام بقى عليها مع كوباية شاي باللبن جنب البسكوت الجميل ده. بجد لازم تجربوه، وعمركم ما هتندموا أبدا إنكم عملتوه. عاوزة أوريكم واحدة كده. شايفين الحكاية بقى الحلوة ديت؟ هيدفيكوا جدا جدا البسكوت الخطير ده ببرد الشتاء، وهيمد طبعا جسمكم بالطاقة. ده غير إنه ممكن تحطيه لولادك في اللانش بوكس. طبعا بيقوي مناعتهم جدا جدا. بتمنى حبايب قلبي يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تحطوا اللايك، انا شايفاكوا اهو. حطوا لي بقى اللايك الجميل منكم، وهستنى كمان تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.